السلام عليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. واليوم ان شاء الله غادي نجرب معكم ولأول مرة غادي ندير الكعك المسفيوي. هو شبيه بالكعك الوجدي، كنظن نفس المقادير ونفس الطريقة. نجربوا معكم ان شاء الله لاول مره، نشوف النتيجه كيفاش غادي تكون. بالنسبه للمقادير كما كتلاحظوا هنايا عندنا مكونات ساهلين مهلين. عندنا انا عملت غير عبار صغير، ممكن تعملوا العبار الكبير يعني كاس. انا عملت هنا نص كاس ديال الزيت كما كتلاحظوا، مع نص كاس ديال الماء، مع نص كاس ديال السكر سنيده، مع واحد نقولوا 4 كاس ديال نافع وحبه حلاوه بلديين بجوج بهم. المهم منقيين وما كنحكوهم واحد شويه وكنستعملوهم. وعندي ممكن تزيدوا واحد الساشي ديال الفاني الا بغيتوا. انا هنا ما ضفتش الفاني، اكتفيت بالمذاق ديال حبه حلاوه والنافع. ممكن كيجيو مذاقهم رائع يعني بلا ما تحتاجوا كاع الفاني، ولكن كاضافه بغيتوا تزيدوا الفاني كتزيدوه ماشي مشكل. وغادي نحتاج واحد غير راس معلقه صغيره د الخميره د الحلويات. هو العبار اللي عملته كاس غتعملوا خماره د الحلويات. الا كنتو غادي تعملوا غير نص كاس بحال اللي عملت انا، غادي تعملوا نص خماره يعني 4 غرام فقط ديال الخميره د الحلويات. هنا عندي الدقيق حسب الخليط، يعني كنخلطوا هذيك الزيت مع السكر مع الماء، كنضيفوا داك حبه حلاوه والنافع، وكنضيفوا الطحين ديالنا. وهذه المرحله هذه مهمه هنا. انا كما شفت يعني سيده من اسفي حطت الوصفه يعني دوريجين. الطريقه اللي حطت واللي كتوصي هي ان هذا الطحين ما تضيفوش دقه واحده، ضيفوا شويه كما عملت انا هنا، وبقاو كتخدموا مزيان هذاك الماء مع الزيت مع السكر مع هاد شويه الدقيق اللي ضفنا. كما كتلاحظوا بحال هكا حاولوا تدخلوا مزيان هذاك الدقيق، وعاد بداو كتضيفوا ديك الساعه الدقيق الاخر باش تجمع لكم العجينه. هي اكدت على هذه المساله هذه، يعني قالت لك هذا يعني سر من اسرار النجاح ديال داك الكعك. انا كما قلت لكم انا يعني هذه اول مره غادي نصاوب هذا الكعك هذا. شحال هذا كنقول غادي غنصاوبو هذه اول مره غادي نصاوبو، وقلت غادي نصور فيديو ونشاركو معكم، نشاركوا التجربه انا وياكم، نشوفوهم كيفاش غادي يجيو ان شاء الله مع بعضياتنا، وحتى نتوما تجربوهم ان شاء الله في ديوركم. الصراحه يعني انا كيعجبوني هاد الكعكات هادو، كيجيو زوينين خفافين مقرملين، كيجيو واحد المذاق فيهم مزيون، خاصه الا كنتو كيعجبكم مذاق حبه حلاوه والنافع، فهمت ان شاء الله غادي يعجبوكم. المهم كما كتلاحظوا هنايا انا بس كنضيف الدقيق هنا. صراحه ما عرفتش شحال الدقيق عملت بالضبط، وانما كنت كنزيد حتى تحصلت على عجينه بحال هكا. عجينه ماشي قاصحه، عجينه كما كتلاحظوا هكذا خفيفه شويه. هما كيعملوا كيستعملوا الماكينه، واحد البوق كيديروا فيه، كتكون ماشي مسننه، كتكون داك البوق ديالو اللي كيكون ماشي مسنن يعني عادي، كيخرجوه منه وكيبقاو كيقطعوا كيخرجوا يقطعوا حتى باش كيديروا دوك الدويورات. انا هنا ما غاديش نستعمل الماكينه ما حتى شي حاجه، فقط غنخدم يدويا. ما اصلا ما عنديش هذيك الماكينه، وفي نفس الوقت نجرب هكا باش نسهلوا على راسنا الخدمه، يعني ماشي بالضروره تكون عندنا الماكينه باش نصاوبوا الكعك المسفيوي ولا الكعك الوجدي. نحاولوا نخدموا بحاجات اللي هما يعني بسيطه، ونعوضوا شي بشي، باش ماشي بالضروره تكون واحد الحاجه عاد نوض انا نعدل، لا نديبانيو باش ما كان. المهم نجربوا الحاجه ونعدلوها. كما كتلاحظوا هنايا انا قطعت العجينه ديالي وكنديرها حريبلات بحال هكذايا مبدئيا. من بعد غادي نقادهم ونعوضهم كما غادي تلاحظوا معايا، وغادي نديروهم على شكل دبيجات. المهم كملوا معايا نتوما الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا الطريقه يعني بالضبط. هانتوما غادي ناخذ هذوك الحريبلات كنبقى كنطورهم بحال هكذايا، كنديهم العجينه راها يعني سهله وزوينه في يدكم، يعني ما غتحسوش بان العجينه كتيري او لا، ولكن ما تدلكوهاش. هاد العجينه هذه ما كتدلكش، كتجمعوها غير بالاصابع، غير كتجمع صافي كتحبسوا، ما تدلكوها ما حتى شي حاجه باش ما تبقاش كتيري لكم. ها نتوما العجينه يعني ملي كتحربلوها كتطلقوها هكا كتمشي معاكم، ما كتبقى تيري، ما كتبقى تعذبكم، ما كتجمع ما حتى شي حاجه. ها نتوما البنات بكل سهوله كتخدموا بها. كل حربول كنقسموا على جوج، حيت بغيت انا هذوك الدبيجات ما يجونيش ثاني كبارين، ولكن الحجم هنا نتوما كتحكموا فيه. بغيتوهم كبارين حيت حنا الصراحه الحاجه ديالنا الشمال كتكون كبيره، يعني نقدر الناس المتتبعين ديالي اللي من الشمال يقدروا يبغيوهم كبارين، عملوهم كبار. نتوما لكم الاختيار، غير هما عملوهم قد يعني كنتو غتعملوهم كبارين. الحرب الاول اللي غتعملوه كبير عليه خذوا العبر،
باش يجيوكم مقادين ويجيو وحده قد وحده. والمهم مع الممارسه، يعني اول مره يقدر يجيكم ما يجوش مقادين ولا شي حاجه ماشي مشكل، لكن مع الممارسه تعدلهم اليوم تعدلهم غدا صافي يدكم غيمشي على العبر. او لا خذوا مترو وعبروا به، ديروا مترو، ديروا شحال سنتيمات بغيتوا في الوحده وعبروا عليهم كاملين باش يجيوكم مقادين. يعني حتى هذا حل عاوتاني. انا هنايا جاوني هكا حسيت بهم ما مقادينش مزيان، غادي نحيد داك الطروفه اللي هما زايدين باش نحاول انني نجيبهم مقادين. المهم غادي نستمر هكذا، غادي تنكملهم يعني نحربلهم هكذا كاملين. وغادي نبدا باول وحده. هانتوما كتلاحظوا كنحاول ملي نكون كنحربل دوك الجنيبات نرققهم كما كتلاحظوا. خذوا واحد الكاس وخذوا عليه العبار بحال هكا مثلا. الا بغيتوا هنايا حسيت بهذا الكاس الفوق ديالو كبير، انا يجوني كبارين، القاع ديالو هو هذاك جاوني قد هذيك الدوره الكاس القاع ديالو صافي. والمهم لا بغيتو تاخذوا العبار ما بغيتوش يعني صافي خدموا عشوائيا وصافي، واخا بلا ما تدوروهم على الكاس. كناخذ المنقاش كما كتلاحظوا العجينه راه زوينه ونقشوها يعني بكل سهوله. كدوزو هكا داك بحال غادي تنقشوا يعني اي حلوه. كنعمل القاع ديالو في الدقيق صافي. وكناخذ هذاك الفوق ديال المنقاش وكنورك باش كنسد صافي. هذا هو الشكل ديالو. غادي نديرو واحده اخرى وصافي. وغادي نستمر هكذا حتى نكمل الكونتيتي اللي عندي كامله. وما تبارك الله راه كيخرجوا الخير. انا عملت غير نص كاس وخرجوا لي يعني طبيصل تبارك الله. كنشعلوا الفران بليتو، كنخليوه حتى كيسخن مزيان. وعاوتاني السر الثاني يعني ولا الثالث، حيت قلنا السر الاول هو انكم كتخدموا مزيان داك الدقيق مع الزيت، والسر الثاني انكم ما تدلكوش العجينه يعجنوها، والسر الثالث هو الطياب. واهم سر كاع هنا بالنسبه لي اللي لاحظت هو الطياب. يعني ركزوا مزيان على الطياب. ملي كتدخلوهم للفران كتنقصوا ليهم العافيه مزيان غير فتيله وتخليهم يتحمروا يعني من التحت ومن فوق مزيان حتى كيتحمروا كياخذوا واحد اللون موحد على هذا الشكل كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. شفتوا كيف جاو؟ انا شاركتهم معكم يعني واخا اول تجربه ليا اول مره غادي نعملهم تقريبا على الهواء يعني انا كنصور وهذا وانا كنديرهم لاول مره. كيجيو مقرمشين كيجيو بنانين ما تشبعوش منهم صراحه. انا يعني ملي ذقتهم ملي عدلتهم وذقتهم جاوني بحال اللي كناكل هذوك اللي كنشريهم من الزنقه. وما حيتاش كيتباعوا حنا عندنا هنا بزاف، كيكونوا في اكادير ثاني بزاف واخا هما ديال الاسفي يعني تبارك الله منتشر عندنا حنايا هنايا بزاف. يعني كيكونوا كياخذوهم الناس وزوينين صراحه كيعجبوني. وها انا جربتهم وعجبوني اكثر لانني صوبتهم اصلا يعني صوبتهم بشغف يعني عجبني انني نصاوبهم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال ما يكون الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الكعكات النسفيويين ويعجبوكم. نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.